الفطير المشلتت اللي على أصوله بتاع زمان حتى في طريقته وعجنه، وكمان هنشوف الفرد بتاعه نفس بتاع زمان، مش هنسيب حاجة خالص. هنرجع بقى لسنين ورا ونشوف ونفتكر كان بيتعمل ازاي، وطبعا هنشوف الحشو وفي تريكات كتيرة بتخص ان هو يكون مورق. كل ده هنقوله في اخر الفيديو. اول حاجة بجيب كيلو ونص من الدقيق بعد ما نخلته، حطيت فيه معلقة صغيرة مليانة من الملح، وبعجنه عادي بمية بس. المية دي كمان مية الفلتر او مية الحنفية على حسب المتواجد، من يعني مش بسخنها ولا بدفيها خالص، المية باخدها على طول من الحنفية. تمام. خلصت خلاص عجينها، العجين بتاعنا التقليدي، وبعد كده سبتها تريح شوية، ما بحطش خميرة او اي حاجة تاني. بعد كده جبت الفلفل وكمان جبت الطماطم، الفلفل الالوان، وبصراحة انا حطيت بقى الفلفل الحامي، وده طبعا بيكون اختياري، وطبعا احنا مش هنستخدم اي توابل خالص. بس جبت دلوقتي الصدوق، الصدوق لو انت هتقطعيه بسكينة تحطيه في الفريزر شوية عشان يكون متماسك، لكن لو هتعمليه بالمقص زي كده مش محتاج، بتشتريه على طول وتقصيه. العجينة سيبناها شوية كده علشان بس لحد ما كنا بنجهز الحشو بتاعها. جبت دلوقتي بجيب بالقرص، وبعد كده بفرده. دي بقى النشابة زي ما قلنا في البداية ان احنا حتى الفرد هنفرده بطريقة زمان. باجيب دلوقتي الدقيق باحطه على الرخامة. بصراحة لو عندك ترابيزة أو عندك الرخامة المفتوحة ما تبقاش قدام على الحيطة، دي هتسهل عليكي أكتر. لكن لو ما عندكيش وتبقى زيي، تستحملي اللي أنا بعمله تمام، ما تستحمليش ممكن تصغري خالص الفطير، مش لازم نعمله نفس اللي هو كبير زي اللي كنا بنشوفه لما كانوا بيعملوه، الفطير المشلتت الكبير قوي. تمام. بس يعني هي بصراحة الحيطة هي اللي كانت مأثرة معايا ان انا اعمله اكبر من كده. بس هنفرده، وكل ما بفرده كده بروح حاطه دقيق علشان لما باجي بتنيه على بعض زي ما احنا بنشوف ما يلزقش من بعض، الدقيق بيعمل فاصل ما بينهم. بس وبعد كده بقعد افرد لحد ما بلاقي الفطيره بقت شفافه. يعني هنشوف كده اكنك هتحطي ايديك تشوفي خيال ايديك، تشوفي خيال الرخامه زي ما احنا دلوقتي شفنا. هجيب دلوقتي السمنه او الزبده على حسب انت بتستخدمي ايه. انا بستخدم سمنه بلدي وسايحه، بس ما تكونش طبعا سخنه. وبعد كده كل ما بتني حته لازم احط فيها سمنه. وبعد كده اروح جايبه دلوقتي الحشو الفلفل والطماطم اللي احنا كنا مقطعينه، وبعد كده هجيب الصدوق. وفي حشوه تانية طبعا هنحشيها. وحطيت دلوقتي الجبنه الرومي. الجبنه الرومي اخترت ان انا احطها مع الصدوق لان الصدوق احياء طبيعي. وبعد كده هلمه كله وهحطه في الصينيه. الصينيه طبعا مش محتاجين ان احنا نحط فيه ماده دهنيه، عشان هو اصلا بقى مليان من السمنه وكمان الدهون بتاعه الصدوق. بس انا الصدوق بتاعي بصراحه انا حطيت سمنه براحتي خالص في الفطير، علشان الصدوق كانت الدهون بتاعته قليله جدا جدا. ولكن الصدوق لو انت عارفه ان الدهون اللي فيه كتير، تقللي من السمنه اللي انت بتحطيها في الفطير، لان هينزل كتير من الدهون. تمام. بس بعد دلوقتي بفرد الفطيره التانية، والفطيره التانية هحط فيها الحشو برضو زي كنا حطينا في البدايه السمنه، وبعد كده بنطبقها. وبعد كده هنجيب الفلفل والطماطم اللي احنا مقطعينه، وبعد كده هنجيب البسطرمه. بصراحه البسطرمه في الحشوات دي بتبقى جميله جدا. يعني انا البسطرمه من الحاجات اللي بتبقى نمره واحد في البيتزا او في الفطائر. بس دلوقتي انا اخترت للبسطرمه اخترت الجبنه الموتزاريلا، لان الجبنه الموتزاريلا ما فيهاش ملح، فعشان ما يبقاش الاكل حايق بزياده. وده طبعا كل واحد على حسب هو بيحب ازاي. بس واحطها. دي بقى الفطيره الاخيره، وهقولك في الاخر ازاي تخلي الفطيره بتاعتك مورقه. انا حبيت برضو اعمل فطير ساده خالص، نفس بقى الفطير اللي احنا كنا بنشوفه، اللي هو بيكون مورق وفي نفس الوقت بيكون مفهوش اي حشو خالص. يعني حبيت اعمل من كل الطرق بتاعه الفطير. انت ممكن كمان تغيري من الحشوات، تحطي الحشو اللي انت عايزاه، مش لازم صدق او بسطرمه بس. ممكن تحطي فاهيتا، تحطي شاورما، تحطي جبنه لحمه مفرومه، تحطي ميكس جبنات. يعني دي حاجات بتكون اختياريه. الكيلو ونص عمل لي 2 صدق و2 بسطرمه وواحد ساده. يعني عملوا لي 5 من الفطائر الكبيره اللي بصراحه مشبعه. تمام. احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي اخليه مقرمش او اخليه طري مورق. انا بتكلم على الفطير الساده. لو عايزاه مقرمش انت مجرد ما بتطلعيه من الفرن بتسيبيه كده عادي، مش بتغطيه، فكده هيبقى معاكي مقرمش. وبرده لو انت ما دوستيش عليه جامد وانت بتفرديه هتلاقيه طري جدا ومورق من جوه. انا عندي كان مورق جدا ومقرمش من بره عشان انا كنت لسه مطلعاه، فكان سخن بصراحه. مش عارفه ان انا
افتحه من بعضه كويس. لكن لو عايزه تخليه طري انت بتغطي بفوطه المطبخ، اول ما بتطلعي على طول كده هيكون طري. وبكده خلصت وصفتنا، ويا رب تكون عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفه جديده في اكله بمزاج مع توته. بس يا ريت تقولوا لي ايه رايكم، ويا ريت نشترك في القناه.